المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تسبيحة الفرج هدية لينا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يواظب عليها. ربنا يفرج همه ويزيل قربه وييسر له حاله لأحسن حال. ولو ما سمعتش قبل كده عن تسبيحة الفرج وفتحتي الفيديو ده، عرف أنه كرم كبير قوي من ربنا ليك، ومن نصيبك لو انتظمت على التسبيحة دي في حياتك. والله لا تشوف حياتك توفيق عجيب ورزق وفير، وما فيش حاجة هتدخل فيها إلا وربنا هيكرمك فيها بشكل عمرك ما كنت تتخيله. ولو بتعاني من أي بلاء في حياتك، عليك بتسبيحة الفرج. بتعاني من الفقر والديون، عليك بتسبيحة الفرج. بتعاني من التعطيل في حياتك وقلة توفيق، عليك بتسبيحة الفرج في شيء وأمر انت اللي بتتمناه ونفسك توصل له في أسرع وقت، عليك بتسبيحة الفرج. كل اللي عليك إنك تتنظم على تسبيحة الفرج. يعني التسبيحة دي لأي مخصوص وبكل وضوح، وأقول إمتى؟ واحد، تفريج الهموم والابتلاء. 2، لوقف التعطيل وتيسير الحال. أي حاجة متعطلة في حياتك التسبيحة دي تدمرها. 3، قضاء الديون والرزق الوفير. يعني من الآخر وبفضل الله التسبيحة دي تدمر أي عقبات في حياتك وأي شيء مسبب لك هم وغم وكرب في الحياة. وقبل ما نقول إيه هي التسبيحة دي، نصلي على حبيبنا وتاج راسنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعليق، ونعمل جميعا إعجاب على الفيديو ده علشان يوصل لغيرك وغيرك يعمل العمل ده ويستفاد منه، وتبقى انت شريك في العمل ده وفي نشرية. تسبيحة الفرج دي التسبيحة اللي قال لنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قالها امتى؟ قالها للسيدة أسماء رضي الله عنها وإرضاءها. طيب قبل ما نقول لك التسبيحة دي، معلش في نقطة مهمة جدا جدا ولازم ألف نظرك ليها، ودي أهم من التسبيحة نفسها. وأنا اتكلمت في الموضوع ده كتير جدا لأهمية وخطورته ده بالنسبة لأي ذكر وأي دعاء وأي عمل وأي عبادة هتعملها لوجه الله عز وجل. والحاجة دي أهم من أي ذكر وأي دعاء في الكون ده مهما كانت قوته. الحاجة دي وهي اليقين. انت لو قلت أعظم ذكر في الدنيا وقعدت ساعة واثنين وثلاثة يوميا تذكر ربنا بيه، مجرد تلفظ فقط ومش فاهم انت بتقول ايه، يعني مجرد ترديد بس وقلت الذكر ده بناء عن تجربة أو فيديو سمعته من الشيخ أو حد من قرايبك جالك أو قالك أنا انتظمت على الذكر ده وربنا فرجها عليا ورزقني من وسعين وحال اتغير 180 درجة، وانت عرفتي منه الذكر ده وقعدتوا تقولوا شهور وفي النهاية ما فيش أي حاجة اتغيرت. ترجع تقول الشخص ده كذاب، هو ما كدبش عليك، ولكن العيب عندك انت. والسر هنا هو اليقين في الله، وانك تكون فاهم انت بتقول ايه، مش مجرد كلمة بتقولها رددها وخلاص. والحاجة التانية المهمة جدا انك ما تكونش بتجرب الله، لا يجرب وده لا يجرب، وده لازم يكون يقين جواك. وثالث حاجة مهمة هو الأخذ بالأسباب. ما تقولش أنا قلت الذكر المعجزة وما حصلش حاجة، هو فعلا ذكر معجزة وهيبدأ تعمل اللي عليك وتتمسك بالذكر. ما تقولش أنا هقول الذكر وهقعد في البيت وكل حاجة هتجيلي للغاية عندي. كل شيء مقدر من الله عز وجل، بس انت تعمل اللي عليك وفعلا ممكن الحاجة دي تيجي لك لغاية عندك وانت قاعد في البيت. بس واجب عليك انك تكون سعيد واجتهدت واخدت بالاسباب. واوعدك لو جمعت المثلث ده مع ذكر النهاردة ابشر بخير عظيم عمرك ما حلمتي به. يبقى واحد ليقين إن عدم التجربة مع الله لأنه الآخذ بالأسباب وتتمسك بالذكر. طيب إيه هي بقى تسبيحة الفرج ومعناها إيه؟ صلي على النبي وركز معايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة أسماء بنت عميس: يا أسماء ألا أعلمك كلمات إذا قلتيهن فرج الله كربك وقضى عنك دينك وأزال همك وغمك. سيدة أسماء قالت: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تقولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا،
هي دي تسبيحة الفرج، تسبيحة الفرج اللي هتتعذب من حالك بعد ما توظب عليها. الله الله رب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. تسبيحات وكلمات سهلة جدا، ولكن فضلها في حياتك تعمل لك المعجزات، تحرك الجبال من مكانها، تيسر لك كل عسير وتصلح لك جميع أحوالك. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح عن تسبيحة الفرج: إذا أصاب أحد لكم غم أو قرب فليقل الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أهل بيته فيقول: إذا أصاب أحدكم غم فليقل الله الله ربي لا أشرك به شيئا. واوعى تفكر أن عشان التسبيحة دي بسيطة هتعمل لك تغيير بسيط في حياتك. التسبيحة دي من أقوى التسابيح والأذكار اللي تخرجك من بلائك وهمك وغمك في أسرع وقت. ليه؟ لأنك بتقول الله الله ربي، يعني أن معايا ربنا وحده القادر على كل شيء ومطلع على كل شيء، اللي قادر يبدل جميع موازين الكون لصالحي ولأجلي، قادر يغنيني ويشفيني ويرفع عني كل هم وغم في حياتي في أقل من ساعة زمن، ويعوضني لدرجة أني أنسى أني تعبت وعانيت في حياتي قبل كده. لا أشرك به شيئا، يعني أنا مش عايز حد معايا، مش عايز غير ربنا سبحانه وتعالى، ومش واتئ في حد غير ربنا سبحانه وتعالى، ومش حلقة لحد غير ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ما فيش حد غيره سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، كل شيء ربنا قادر عليه مهما بلك مستحيل. هو القادر الذي لا يعجزه شيئا في الأرض ولا في السماء. انت متخيل لو انت قلت الذكر ده والتسبيحة دي، انت فاهم المعاني دي وخارجة من قلبك وعندك يقين في قدرة ربنا عز وجل وكرمه ورحمته، وانت متخيل ان ربنا مش هيخرجك من اللي انت فيه ويعوضك عوض عمرك ما كنت تحلم به. ده أجمل أقوى شيء في الذكر ده وفي تسبيحة الفرج. وسر قوة الذكر ده أنه استغاثة بالله عز وجل. انت بتستغفل، انت لو بتستغفل او رئيس او حد ليه سلطة في الكون ده هيعمل لك ايه؟ ما بالك بقى لما بتستغيث بالملك الواحد القهار، الذكر الملك الواحد القهار ده تقول لما خلاص يكون فاد بيك وما عدتش قادر على صعاب وضغوطات الحياة. الذكر ده في بشارة تانية جميلة جدا، وده لأنك بتقول لفظ الجلالة الله الله ربي، والبشارة هنا أن قلبك حيرق بالذكر ده، وانت بتذكر لفظ الجلال، ونفسك هترضى وتطمئن وتحس بالهدوء والسكينة لغاية ما ربك يدوق العوض والجبر. واوعى تنسى أن تسبيحة واحدة ربنا خرج سيدنا يونس عليه السلام من أعظم سجن، ثم ذكره في التاريخ في تاريخ السجن في ظلمات 3: ظلمه البر وظلمه البحر وظلمه بطن الحوت. ربنا خرجه من كل ده بالتسبيحة دي. فلو انت في حياتك هم وغم وفقر ديون بلاء مهما كان شديد، ردد وقول تسبيحة الفرج الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وهتشوف المعجزات والعجائب بتحصل في حياتك. وآخر شيء في نهاية الفيديو، أهم حاجة زي ما احنا متعودين، صلي على النبي في تعليق، وده مهم جدا، ونعمل إعجاب على الفيديو، ولو تقدر تشاركه شاركه وتبقى شريك في عمل الخير، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لوقتكم الغالي.